تخيل معايا مدرب يكسب 11 بطولة في سنتين مع الفريق ده كان هيتمسك بيه حتى لو عمل موسم وحش ولا حاجة، عمل كام ماتش وحشين هيتمسك بالمدرب. ولو كسب 11 بطولة في سنتين، ده لو جمع كل سنتين 11 بطولة مش هنلاحق بقى على البطولات. بس اللي بيحصل عكس كده، وماتش واحد كان كفيل ان يطير مدرب، وده اللي حصل مع مارسيل كولر لما خسر قدام سان داونز في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. احنا النهارده هنحكي قصة هل كولر اتظلم فعلا ولا هو كان شطب كورة زي ما الناس اللي كانت بتقول. بس قبل ما نبدأ متنساش تعمل لايك واشتراك عشان نعرف نكمل. ليه اخترنا مارسيل كولر بالذات اللي حبينا نتكلم عنه؟ مارسيل كولر جه بعد فترة كانت وحشة قوي في الأهلي كان خسران كأس مصر طازة من الزمالك، كان خسران الدوري قبلها بسنتين، وكان خسران دوري أبطال أفريقيا، وكان ممشي مدرب وجاب مدرب تاني مش مقنع. مارسيل كولر وصل النادي، ظبط شكل الفريق وخلاه يرجع يكسب بطولات تاني، وكان قدامه فرصتين إن هو يوصل نهائي كأس العالم للأندية، بس للأسف ما كانش هو المذنب في إن الأهلي ما يوصلش.